السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. النائب محمد خالد القاضي القائد الذي أعاد الأمل للشباب المصري. النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري هو واحد من أبرز الشخصيات في الساحة السياسية المصرية اليوم. يعرف القاضي بقدرته الفائقة على التأثير في المشهد السياسي، وذلك بفضل مجموعة من الإنجازات البارزة التي حققها طوال مسيرته. دور سياسي بارز. تجلى دور القاضي البارز عندما شغل منصب النائب الأول والأمين العام لحزب الأحرار الاشتراكيين، حيث لعب دورا محوريا في دعم خارطة طريق 30 يونيو، مع عكس التزامه العميق بالاستقرار السياسي في البلاد. مساهمته في وضع الدستور. اختير القاضي عضواً في لجنة ال50 المكلفة بوضع دستور 2014 ممثلاً عن طلاب الجامعات، مما يدل على تأثيره في القضايا القانونية والدستورية. كما شغل منصب نائب رئيس لجنة صياغة الدستور، مؤكداً بذلك دوره كقوة مؤثرة في صياغة القوانين الأساسية للدولة. أدوار إضافية بارزة. بالإضافة إلى دوره في صياغة الدستور، هو أيضاً عضو في مجلس النواب المصري ورئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث يواصل جهود مكافحة التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار الوطني. نجاحه في الحزب. عند عودته إلى الحياة السياسية، أحدث القاضي تغييراً ملحوظاً في حزب الأحرار الاشتراكيين، مما جعله الحزب الأكثر شعبية في فترة قصيرة. وقد شغل منصب وكيل مؤسسي ورئيس حزب التحالف الوطني المصري، حيث قاد الحزب لتحقيق نجاحات ملحوظة. التزامه بالشباب. يعزى نجاح القاضي أيضاً إلى التزامه بتمكين الشباب وتوفير الفرص لهم في المناصب السياسية. يعتبر القاضي أن الشباب هم وقود نهضة مصر، مما جذب شريحة واسعة من الشباب الوطنيين الذين كانوا قد ابتعدوا عن المشهد السياسي. قدراته القيادية. يعرف القاضي بقدرته القيادية الفذة وقدرته على المواجهة والمناظرة بحجة قوية، بفضل اطلاعه الواسع على مختلف القضايا. إن هذه القدرات جعلته شخصية محورية في الحياة السياسية، ورافقت نجاحاته المتواصلة. من خلال هذه الإنجازات، يعتبر النائب محمد خالد القاضي رمزاً للشباب الطموح والمشاركة السياسية الفعالة، وقد أظهر التزامه العميق في تحقيق أهداف وطنية نبيلة. ودمتم سالمين، وتابعونا فيما هو جديد من نشرة الأخبار لحزب التحالف الوطني المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.